قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن الحكم ضد الأكاديمية والناشطة السعودية سلمى شهاب يظهر مدى وحشية نظام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وذكرت الصحيفة أن السلطات السعودية تحتجز سلمى بتهمة استخدام وسائل التواصل للإخلال بالنظام وزعزعة أمن واستقرار الدولة بموقع تويتر. فيما قالت مجموعة مبادرة الحرية أن السعودية قضت بأطول حكم سجن في تاريخها على الناشطة سلمى شهاب لدعم القضية الفلسطينية وحقوق المرأة. وذكرت المجموعة ومقرها واشنطن في بيان أن محكمة سعودية قضت بسجن الشهاب التي اعتقلت أثناء زيارة إلى الرياض ب 2021 34 عاما، وبيّنت أن الشهاب كانت تقيم في لندن وتحضر لدراسة الدكتوراه بجامعة ليدز وهي أم لطفلتين. وأشارت المجموعة إلى أنها كانت تغرد باستمرار عن القضية الفلسطينية وحقوق النساء ومعتقلي الرأي في السعودية، ووصفت الحكم ضد الشهاب بأنه الأطول في قائمة المدافعين عن حقوق المرأة في المملكة وبأنه حكم قاسي. يذكر أن سلمى من أتباع أهل البيت عليه السلام، وكان الحكم الأولي ضدها السجن 6 سنوات، بيد أن محكمة الاستئناف رفعته ل 34 سنة. وبرغم إفراجها عن حقوقيات اعتقلن قبل سنوات، فإن السعودية تعتقل مزيدا من النساء النشطات بموقع تويتر. وكشف موقع أفريكا ريبورت الدولي أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يحاول ترويج فكرة أن النساء في السعودية متحررات لاهثات وراء الموضة. وقال الموقع أن ابن سلمان يحاول إثبات ولو زورا اهتمامها بحرية المرأة عبر السماح بالاختلاط، وذلك رغم عقود طويلة من القمع وعدم المساواة تواجهها المرأة في السعودية. وبين أن المهرجان السينمائي الأخير بجدة بمثابة جسر بين رأس المال والفن الذي تحاول دمجهما معا لتغيير صورتها. وأكد الموقع أن الرياض تحاول الترويج بأن المرأة السعودية متحررة لا تهتم إلا بالموضة والاستهلاك والفنون. ونبه إلى أن المملكة تسعى لانفتاح على العالم بحملة سياحية أخيرة، إلا أنها أخفقت بشد أنظار العالم لمساعيها المزعومة بتحرر مواطنتها. لكن بين أن 5 أفلام قصيرة لمخرجات سعوديات وهن هند الفهد وجوهر العامري وكذلك نور الأمير وسارة مسفر وفاطمة البناوي حاولن منح النساء بقصصهن قوة التحكم. وذكر الموقع أن ذلك عبر السرد الخاص بهن بدعم رسمي من الحكومة التي تسعى لتبييض سجلها الحقوقي حول المرأة. وبين أن كل هذه المحاولات لتبييض صورة المرأة في المملكة الصحراوية ولإلهاء الانتباه عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وقالت مجلة فورين بوليس الأمريكية عن ابن سلمان طرح نموذجا عن الحكم الاستبدادي فيما يتعلق في حقوق المرأة. وأشارت المجلة الشهيرة إلى أنه صدر إلى الواجهة مسألة سماحه بقيادة السيدات للسيارات، وصدركت إلى أنه في الوقت نفسه يعتقل ممثلات المرأة لأجل نشاطهن الحقوقي وأخريات لأجل تغريده. وتواجه السعودية خطرا متزايدا في توتر علاقاتها الدبلوماسية الإقليمية في ظل وضعها رهن مزاج محمد بن سلمان وتقلبات نفسية المضطربة لولي العهد. آخر ذلك ما يجري من توتر شديد في علاقات المملكة مع الجزائر. وكشف موقع المغرب انتليجنس الناطق بالفرنسية عن إلغاء محمد بن سلمان نهائيا زيارته التي كانت مقررة للجزائر في نهاية يوليو تموز الفائت. وأوضح الموقع نقلا عن مصادر دبلوماسية مطلعة أن محمد بن سلمان غاضب من امتناع الجزائر عن التعاطي إيجابا مع محاولته التوسط لحل الخلافات بينها وبين المغرب. وقال الموقع لا شيء يسير على ما يرام بين الجزائر العاصمة والرياض منذ الإلغاء المفاجئ وغير المتوقع لزيارة محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية في نهاية يوليو الماضي. وبحسب الموقع محمد بن سلمان فضل مقاطعة النظام الجزائري للدلالة على خلافه العميق مع تصرفات القادة الجزائريين في المنطقة. ونقل الموقع عن مصادر مطلعة قولها إن السعودية تعتزم الاحتجاج بقوة على الطابع العدواني للنظام الجزائري الذي يرفض كل مقترحات الوساطة السعودية في ملف المغرب والصحراء الغربية. وأكد الموقع على أنه بعد العديد من المحاولات من قبل الدبلوماسية السعودية والعديد من المقترحات الملموسة لاستضافة محادثات رسمية ومفتوحة بين الجزائر والمغرب، حافظ كبار المسؤولين الجزائريين على موقفهم الراديكالي تجاه المغرب، رافضين جميع الحلول الممكنة لاستئناف العلاقات الدبلوماسية التي قطعت منذ نهاية أغسطس 2021. وفي هذا السياق قالت المصادر المطلعة إن عناد النظام الجزائري الذي يرفض أي تطبيع لعلاقاته مع الرباط وازدرائه للمقترحات السعودية أثار استياء وغضب محمد بن سلمان الذي كان سيتخذ بنفسه قرار مقاطعة الجزائر.
ونقل الموقع عن بعض المصادر المقربة من سفارة المملكة العربية السعودية في الجزائر قولها إن السعودية لا تتردد في التلويح بسلاح المقاطعة للقمة العربية المقبلة في الجزائر المقرر عقدها في الأول والثاني من نوفمبر. ولفتت إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من الممكن أن يقوم بإرسال ممثل من الدرجة الثانية للتعبير عن غضبه فيما يتعلق بالجزائر، وبالتالي تعزيز التضامن السعودي مع المغرب. وأوضحت المصادر المطلعة بأن الخلاف الرئيسي بين الجزائر والرياض هو رغبة النظام الجزائري في عدم دعوة العاهل المغربي محمد السادس إلى الجزائر خلال قمة جامعة الدول العربية. وذكرت المصادر ذاتها أن السلطات الجزائرية تتمنى بشدة أن يكون رئيس الدبلوماسية المغربية فقط حاضرا في هذه القمة حتى لا تضطر إلى مد البساط الأحمر للعاهل المغربي الذي يقول القادة الجزائريون إنهم يخوضون معه حربا مفتوحة. واختتمت المصادر قولها بأن هذا الموقف من النظام الجزائري صدم بشدة وأثار سخط المحاورين السعوديين. وكان موقع أفريكان انتليجنس قد كشف في أواخر يوليو تموز الفائت عن استعداد محمد بن سلمان لإجراء زيارة رسمية إلى الجزائر، حيث كان يتوقع أن يلتقي الرئيس عبد المجيد تبون يوم الجمعة 29 من يوليو 2022 في ختام جولته التي بدأها باليونان ثم فرنسا، بينما ستكون هذه الزيارة الأولى له إلى الجزائر منذ 2018. وأكدت وزارة العدل الأمريكية أن رشاوى مالية من السعودية وراء فضيحة التجسس في تويتر، وذلك بعد إدانة محكمة أمريكية موظفا سابقا بالشركة بالتجسس لصالح المملكة خلال عمله في منصة التواصل قبل أعوام. وقالت وزارة العدل في بيان لها إن هيئة محلفين اتحادية أدانت المدير السابق للشركات العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في موقع تويتر أحمد أبو عمو بالجوسسة والتآمر والاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال وتزوير السجلات في تحقيق فيدرالي. ويأتي هذا الحكم بعد محاكمة استمرت أسبوعين أمام قاضي المحكمة الجزائية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا. وعمل أبو عمو 44 عاما في تويتر كمدير للشركات العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفق لوثائق المحكمة والأدلة التي قدمت أثناء المحاكمة. وأظهرت الأدلة حسب وزارة العدل أن أبو عمو تلقى رشاوى مقابل الوصول إلى المعلومات الخاصة بمستخدمي تويتر ومراقبتها ونقلها إلى المسؤولين في المملكة والعائلة المالكة السعودية. وعندما سئل عن الوصول إلى معلومات مستخدم تويتر واستلامه للرشاوي، كذب أبو عمو على محققي مكتب التحقيقات الفيدرالية وزور وثيقة. وقال مساعد المدعي العام ماثيو جي يظهر هذا الحكم أن وزارة العدل لن تتسامح مع أي عامل من أعمال القمع العابر للحدود الوطنية، وستحاسب أولئك الذين يساعدون الأنظمة المعادية في توسيع نفوذها إلى أراضينا. وقالت المحامية الأمريكية ستيفاني ميم أثبتت الحكومة ووجدت هيئة المحلفين أن أبو عمو انتهك صندوقا مقدسا للاحتفاظ بالمعلومات الشخصية الخاصة من عملاء تويتر، وباع معلومات العملاء الخاصة إلى حكومة أجنبية.